انا قررت اغير الروتين اللي انا ماشيه بيه. الروتين ده مش عاجبني خالص، وحاسه ان انا مش بنجز اي حاجه، وكل يوم زي اليوم اللي قبله، وحاسه ان مفيش اي انجاز خالص في اليوم بتاعي. فانا قررت اغير الروتين، وهعمل معاكم سلسله حلقات اللي هي حلقات التغيير، وهنغير كل يوم عاده مع بعض. والنهارده انا قررت اغير عاده التسويف، وتعالوا معايا ازاي اقول لكم ازاي هتغلب عليها. الفيديو ده فيديو حلو جدا، هتشوفوا فيه حاجات حلوة. هنرتب الأوضة مع بعض بسرعة كده، وهتشوفوا رتبتها ازاي. تاني حاجة هعمل معاكم وصفة الكنافة بالمانجا، لكن في الآخر حصلت حاجة هحكي لكم عليها. كملوا الفيديو عشان تعرفوا ايه اللي حصل. وكمان هعمل معاكم المطبخ، هنغسل المواعين وهنغسل الرخامة والبوتاجاز كان متدمر، هننضفه برضو، وهنشوف هننضفه ازاي مع بعض. وفي الآخر عملت معاكم طبخة حلوة جدا جدا. استنوا علشان تشوفوها، واضغطوا على زر اعجبني علشان تدعموا الفيديو ده. ازيكم عاملين ايه في الاول؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال يا بنات وانتوا بتشوفوا الفيديو ده. روتين تغيير العادات، هعمل معاكم سلسلة حلقات هتنفعنا جدا جدا، واقعية جدا جدا. بلاش بقى مش زي باقي الفيديوهات اللي بتشوفوها وتحسوا ان هي بعيدة عن الواقع بتاعنا. هاتي بقى كوبايه الشاي بتاعتك او كوبايه القهوه، وتعالي اسمعي الفيديو برواق، لان الفيديو طويل وهنرغي فيه كتير مع بعض. وارغوا معايا برضو في التعليقات. اول حاجه قلت لازم ارتب الاوضه كده علشان تبقى متروقه، واقفلها خلاص. على كده دخلت بقى المطبخ، قلت هعمل كنافه بالمانجا. الكنافه دي كانت عندي في الفريزر بقالها فتره، ما كنتش عارفه اعملها ايه يعني، فكنت شايلاها في الفريزر لحد ما يجي وقتها. المهم جه وقتها، كان عندي مانجا، قلت انا هعمل وصفه كنافه بالمانجا وهصورها معاكم وهنزل الوصفه. الاول طبعا جبت الكنافه بتاعتي من الفريزر، ما كانتش محتاجه يعني، يا دوب كده مسكتها بايدي كده كانت بتتفتت خالص، وكانت سهله جدا معايا. وبعدين جبت سمنه، وبدات كده اطلع قطع سمنه كده من الكيس عشان كنت حاطاها في التلاجة، واسيحها على النار يا دوب كده ادفيها شويه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صلوا على النبي يا بنات، انا بحب اصلي على النبي دايما في الفيديوهات بتاعتي. زي ما انتوا شفتوا كده كسرتها كلها، ما عادش في اي حاجه جامده او حاجه ماسكه في بعض. ضفت ملعقه كبيره من السكر البودر، وبعدين ضفت السمنه بتاعتي، وهبتدي بقى اقلب كل ده في بعضه. قلبتها في الاول كده بالمعلقه، وبعد كده ابتديت بقى اقلبها كلها بايدي علشان اتاكد ان كل الكنافه تغلفت بالسمنه زي ما انتوا شفتوا كده. في الاول كده قمت عاملاها في الصينيه كده زي الكنافه ما بنعملها في رمضان، بس بعد كده علشان بقى انا عايزاها كلها تتحمص وتبقى متحمصه كلها فوق وتحت، قلبتها بالمعلقه. كنت مدخلاها في الفرن تحت الشوايه، وكل ما الوش اللي فوق يتحمر اقلبها، وكل ما الوش اللي فوق يتحمر اقلبها لحد ما كلها تتحمر وتاخد نفس درجه اللون. في ناس بتعملها على البوتاجاز، بس انا قلت ما اعملها على في الفرن عشان تتعمل بسرعه. طلعت كده منجيتين برضو كنت حطهم في التلاجة، وابتديت احافظ كده على تقطيعتهم. انا بقطعها علشان عايزاها مكعبات سليمة، فكنت حذرة يعني كده وانا بقطعهم زي ما انتوا شايفين معايا كده. قطعتها مكعبات سليمة كده، والجزء اللي كان مهري او يعني ما ينفعش ان هو يتقطع عملت بيه المانجا البيوريه او عصير المانجا بدون مية، اللي هو تعصروها كده بس ما تكونش فيها مية علشان هستخدمها في الكريمة. تعالوا بقى عشان نعمل الكريمة. انا هنا بقول لكم على كل الخطوات بتاعة الكنافة بالمانجا بالراحة واحدة واحدة. جبت كيس دريم اللي هو كريم شانتيه، كان كيس واحد كده، وفضيته على ربع كوباية مية متلجة، وكمان حطيت قطع تلج زي ما شفتوا معايا علشان اصلا الجو حر. وكمان المانجا دي المانجا البيوريه اللي قلت لكم عليها اللي هي المعصورة كده من غير مية خالص، وضفتها قولوا معايا، ضفتها للكريمة علشان تاخد يبقى طعمها مانجا، فاهمين؟ دي نكهة يعني كده، عشان الكريمة انت تعملي كنافة بالمانجا فهيبقى طعمها بنفس النكهة يعني في كل الوصفة يعني. المفاجأة بقى اللي حصلت يا بنات، الصورة اللي انتوا شفتوها دي للأسف مش كنافة مش كنافة، دي للأسف كيكة. ايه اللي حصل بقى يا بنات؟ انا سهيت او نسيت الكنافة في الفرن، معرفش ايه اللي حصل، او حد نده عليا او انشغلت في المهم لقيتها يا بنات اتفحمت سودة تماما من الصدمة. نسيت اصورها لكم يعني، هو ما حدش بيصور خيبته يعني، بس انا كنت عايزة اصورها لكم علشان تتصدموا معايا، وما كانش عندي غيرها بصراحة. هي كان الكمية دي اللي كان عندي، قلت هعملها كلها.
يلا الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. ففضلت واقفه كده، الوقت توقف معايا عند اللحظه دي. ما كنتش بقى عارفه اعمل ايه، لان كنت خلاص عملت الكريمه وقطعت المانجا بتاعتي قطعه وحطيتهم في التلاجة وجهزتهم على اساس ايه اعمل معاكم الوصفه. وبصراحه يعني كان نفسي اعملها معاكم جدا جدا، لكن قدر الله ما شاء فعل. احنا طبعا مش هنغلب. قعدت بقى ايه اقول، فضل طبعا الحاجه دي في التلاجة يوم، الكريمه فضلت يوم، والمانجا فضلت معايا يوم في التلاجة. لازم اعمل وصفة تانية. في واحدة صاحبتي اقترحت عليا كذا وصفة، طبعا ليه بشكرها جدا جدا. اقترحت عليا كذا حاجة ليه ان انا استغل الكريمة والمانجا بدل ما يبوظوا حرام. فانا قلت بقى انا اخترت ان انا هعمل كيكه. فعملت الكيكه العاديه يا بنات، كيكه عاديه خالص، الكيكه اللي احنا بنعملها كيكه اليوميه اللي بنحط فيها ايه اللبن والبيض، والكيكه عاديه خالص كيكه البيت. وعملتها وابتديت بقى ايه استغل بقى التزيين ده في الكيكه. وبصراحه يعني طلعت طعمها حلوه جدا جدا، والحمد لله يعني انها طلعت طعمها حلو، واستغلينا ايه الوصفه الحاجه اللي احنا جهزناها. فحبيت اشارككم معايا. هو محدش يعني بيصور خيبته يعني، فنسيت اصور لكم الكنافه وهي محروقه. فقدر الله ما شاء فعل. نتعلم ايه، احنا كل حاجه بنتعلم منها يعني. خلاص الدنيا مش هتقف عند حاجه يعني. انا اتعلمت بعد كده ان انا اما اكون مشغله الفرن على حاجه اكون منتبهه للحاجه اللي في الفرن، مفيش حاجه تشغلني عنها. لكن الحمد لله حصل ودرس واتعلمنا منه. وتعالوا بقى، كنت هنا بنضف بقى غسلت معاكم المواعين، ودخلنا بقى في تنظيف البوتاجاز زي ما انتم شايفين معايا. البوتاجاز طبعا كان متدمر، كان محتاج يعني تنظيفها جامده يعني. فانا سخنت له ميه وضفت البريل زي ما شفتوا معايا كده، وكنت بنضفه على فترات. كنت بشيل العك وبعد كده اغسله كذا مره لحد ما يوصل معايا يبقى نضيف جدا زي ما شفتوا معايا. ما بستخدمش يعني حاجة قوية يعني للتنظيف، او يعني على قد ما اقدر بحاول اقلل من استخدام اللي هي المواد الكيماوية، او زي الباور، زي الحاجات اللي ليها ريحة نفاذة، لانها بتبقى مضره على المدى البعيد. فما بتضر ايدينا، بتضر الجهاز التنفسي. فعلى قد ما تقدري حاولي الحاجات يعني اللي فيها دهون وكده تكوني ايدك فيها على طول باستمرار، علشان ما تضطريش ان انت تستخدمي حاجات من دي. فهو كان البريل بس والميه السخنه، والحمد لله كان تمام معايا، ونضفه بقى زي الفل زي ما شفتوا معايا في الصوره. وخلعت بقى اللي هي العيون، غسلتها، وكمان الشبك بتاع البوتاجاز بدات اغسله كده. طبعا بحط عليه ميه سخنه، وبرده بالسلكه والصابون والبريل والميه السخنه كله بيبقى ايه تمام وزي الفل زي ما شفتوا معايا كده. يعني الواحده بنحاول ما يعني ايه كوني ايدك في المطبخ على طول، والدهون برضو اللي بتكون حوالين البوتاجاز او على الحيطه او على الازاز ايدك فيها على طول، عشان ما تضطريش زي ما قلت لك تستخدمي المواد الكيماويه الضاره دي. او حتى لو اضطرينا ان احنا نستخدمها في اضيق الحدود، يعني لو مضطرين ليها جدا يعني ومفيش حاجه الا هي. وطبعا انتوا لو بتستخدموا حاجه للتنظيف الدهون غير مثلا الحاجات الكيماويه الضاره، او لو تعرفوا وصفه او كده يا ريت تقولوا لي في التعليقات. انا عارفه الوصفه اللي هي بتاعه البيكربونات الصوديوم، واللي هي بتاعه الكربونات الصوديوم والملح والخل، ان دي بتفور الدهون. احيانا بستخدمها، لكن لو حد عنده اي حاجه تانية طبعا احنا نفيد بعض يا بنات كده في التعليقات. يبقى جزاكم الله خيرا. قولوا لي تحت في التعليقات، يعني نستفيد من خبرات بعض، لعل وعسى حد يعني يديلك دعوه ويقول لك كتر خيرك والله يعني نفعتيني، انا دي ما كانتش غايبه عن بالي، انت قلت لي عليها ونفعتني جدا. وربنا يجعلنا كده ايه نافعين لبعض يعني. والله العظيم القناه دي يعني يا بنات انا عاملاها ان احنا نساعد بعض، ونكون اصحاب، ونكون عيله واحده، ونكون اخوات دايما في الخير. اللي عندها معلومه تقول للتانيه، اللي عندها حاجه تفيد التانيه، واحنا كلنا بنستفاد من بعض يعني. مفيش حد احسن من حد. مش معنى يعني ان انا عامله قناه او بديكم نصايح او بشارك معاكم حاجه ان انا بيرفكت، لا والله. يعني انا زيكم لسه بتعلم، ولسه بستفيد، وفي حاجات بتقع مني، وفي حاجات بتغيب عني. لكن احنا دايما بنحاول نجتهد، وبنحاول نحسن من نفسنا، ونسعى ان احنا نكون افضل من نفسنا. يعني فاهمه يعني ما تقارنيش نفسك بحد، ما تقارنيش بيتك بحد، ما تقارنيش حياتك بحياه حد، لان كل واحد ليه ظروفه، وكل واحد ليه ظروفه، وليه يعني ايه الحاجات لا اله الا الله اسمها ايه
يعني المميزات اللي بتعينه ان هو يكمل يومه او بتعينه ان هو يقضي حاجاته، فاهمين المعنى؟ يعني يا رب تكون يا رب يعني المعنى يكون وصل لكم. كنت جايبه هنا مشتريات كوسه وبطاطس وطماطم زي ما شفتوا معايا كده وبصل. هنعمل مع بعض ايه؟ صينيه كوسه كوسه وبطاطس باللحمه المفرومه. يعني هي ايه؟ صينيه خضار كده، او في ناس مثلا تقول عليها تورلي. التورلي اللي هو مثلا بقى بالخضار، مثلا بيحطوا بقى كوسه وبسله وبطاطس وجزر، بقى فيها خضار متنوع اكتر من كده. بس انا هنا مستخدمه نوعين بس من الخضار، اللي هي الكوسه والبطاطس، وطبعا البصل والفلفل الاخضر. وكان عندي قطعه لحمه مفرومه كده، يعني ربع او اقل كمان من الربع يعني. فانا استغلته في الوصفه، يعني تعتبر وصفه اقتصاديه يا بنات. يعني احنا طبعا انا ناويه ان شاء الله اعمل لكم حلقات برضو عن التوفير وعن الميزانيه وعن الوصفات الاقتصاديه، وازاي ان احنا نعدي الشهر مثلا بمبلغ معين، وازاي برضو نحوش منه. فانا ان شاء الله بجهز لكم فيديوهات من النوع ده هتعجبكم جدا جدا جدا. بس وخليكم متابعين القناه ومتابعيني. قطعت طبعا اللي حطيت البصل بتاعي، وطلعت قطعه اللحمه عشان تفك مع البصل، وضفت الملح والبهارات بتاعتي، وملح يعني ملح فلفل كمون كزبره ناشفه. وبعد كده ضفت عصير الطماطم، وبعدين ضفت البطاطس والكوسه حلقات زي ما شفتوا معايا كده. هسويها، وكمان ضفت فلفل اخضر. حابينها تكون سبايسي ضيفي شطه، يا ضيفي فلفل حار. وهسيبها بقى تستوي معايا على البوتاجاز كده. وبعد ما تستوي هدخلها في الفرن تاخد وش كده حلو في الفرن. وكمان عملنا بقى رز ابيض كده بالشعريه، كان تحفه تحفه مع الاكله دي رهيب. وكان عندي اللي شفته في الاول اللي كان في البرطمان ده كان شوربه. عاده لما بعمل لحمه او فراخ او كده ويفيض عندي شوربه، يعني بحاول الشوربه بتاعتي تكون حلوه يعني دسمه كده. الشوربه الحلوه دي مش برميها او لا، ده انا بعينها في الفريزر استغلها في وصفات تانية. يعني ممكن تستغليها زي انا طلعتها بقى عملناها مع الاكل، جنب الاكل شوربه كده وعصرنا عليها ليمون كانها معموله دلوقتي. والله كانت تحفه يا بنات. وبس والحمد لله غدا اقتصادي لذيذ مفيد مغذي. جربوها وقولوا لي. يعني احنا بنمشي نفسنا كده. ويعني احلى حاجه في الدنيا طبعا الرضا. كنت هقول لكم ازاي اتغلبت على التسويف. التسويف يا بنات اتغلبت عليه ان انا في خدعة او حيلة نفسية بنعملها اسمها ال10 دقايق. فاهمه؟ اللي هو مثلا انا قاعده اهو، مودي وحش، او مثلا الدنيا حواليا مش مظبطه ومحتاجه مجهود كبير، وعقلي بقى بيقول انا لسه هقوم لسه هعمل، ده الشغلانه دي هتاخد ساعه، ده الشغلانه دي هتاخد ساعتين. في حاجه اسمها 10 دقايق، اللي هو طيب طب انا هقوم 10 دقايق اروق كده حواليا بس. طب انا هقوم 10 دقايق اغسل الطبقين دهم بس. طب انا هقوم 10 دقايق الم الغسيل كده واطبقه كده على السريع. 10 دقايق انت كده بتدي لنفسك اول ما بتبتدي اصلا في الشغل ال10 دقايق دول خلاص بقى انت دخلت في مود الشغل. هتلاقي خلصت ال10 دقايق، لا ده اما اعمل دي بقى، انت خلاص قمتي واكتسبتي الحماس بتاعك. فاسمها خدعة ال10 دقايق. دي بتخليكي تتخلصي من التسويف، وهي خدعة مفيدة جدا جدا. لو وصلت لحد هنا قولوا لي احنا وصلنا للتركية اللي انت قلت عليها، واللي هي ازاي نتخلص من التسويف بخدعة ال10 دقايق. واكتبوا لي تعليق حلو زيكم، حطوا لايك، شاركوا الفيديو مع اصحابكم، واللي لسه مش مشترك في القناة يشترك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.